السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبتمام الصحة والعافية. اليوم راح نشارك معكم سلطة باذنجان بمكونات بسيطة وخطوات تحضير سهلة وسريعة. يلا تبعوني. نحتاج في وصفة اليوم باذنجان. انا هنا عندي 3 حبات، شويتهم فوق النار، لازم نشويهم فوق النار ماشي ندخلوهم للفرن، وهذا سر من اسرار سلطة باذنجان باش تجي بنينة، لانه لو دخلتيهم للفرن المذاق تاع السلطة راح يكون مختلف. نحتاج ايضا 2 سنينات ثوم مرابي، ملح، فلفل كحل، مغرفة كبيرة خل، شوية زيت. ونحتاج في هذه السلطة ايضا مغرفة كبيرة تاع مايونيز. واش نديرو؟ نحكمو باذنجان، نقيوه مليح، نحيو كامل هذوك القشور. هنا كملت نقيت باذنجان. ملاحظة البنات، باذنجان بعد ما نقيوه ما نغسلوهش باش ما يسماتش، نعبز عليه بالفرشيطة، نخلطو مليح حتى يولي كوم بات بهذا الشكل ونخليه بجيه. ودرك نجيب مقله نحط فيها الزيت ونخليه يسخن ونحط فيه الثوم ونبقى نحرك. كي نشوفه بدا يتحمر نضيف له باذنجان ونخلط، وبعدها نضيف الملح والفلفل الكحل ونخلط على نار هاديه حتى يتعلك مليح. نضيف له مغرفه كبيره خل ونخلطها معاه ونطفي النار مباشره ونحطه في صحن ونخليه يبرد. هنا بعد ما برد باذنجان نضيف له مغرفه كبيره مايونيز ونخلطها معاه مليح حتى يتجانس الخليط. نحطها في صحن تقديم بهذا الشكل ونزينها بالمعدنوس مقطع وزيت زيتون. تزيين راه يبقى اختياري وعلى حسب الشيء اللي متوفر عندك. مثلا تقدري تزينيها ايضا بدوائر الفلفل الاحمر الحار او الاخضر اذا كان متوفر. هذه السلطه تجي بزاف بنينه ومكوناتها بسيطه وتوجد في وقت قصير، وهذا هو الشكل النهائي تاعها. جربوها ما راحش تندموا. بهذه الوصفه اللي ما يحبش باذنجان يولي مدمن عليه. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ودمتم سالمين.